نفسك تعملي العجينة بتاعة القطايف ومترددة؟ لا، تعالي خشي ادخلي اتفرجي على الطريقة والمقادير. وازاي تطلع معاكي مظبوطة وازاي تسويها كويس. وازاي قوام العجينة، كل ديت حاجات موجودة في الفيديو. اتمنى يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، وكل عام وانتم بخير. يا رب دايما يجعلها سنة سعيدة على الكل يا رب، ويحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل عجينة القطايف بطريقة سهلة جدا ومظبوطة وسريعة، مش هتكلفك خالص اي حاجة. بالعكس هتلاقي كمية كبيرة. هنسمي الله ونبدأ دلوقتي. معانا 300 جرام من الدقيق، او حوالي كوبايتين اتنين. ومعانا قطعة من الخميرة البيرة او فورية عادي خالص. ومعايا دلوقتي نص كوباية من المية الفاترة، عليها معلقتين من السكر، دوب الخميرة كده فيها. ودلوقتي حطيت الخميرة على المية، وهبدأ أدوب دلوقتي. معايا كوباية من المية فاترة برضو. وهبدأ دلوقتي أقلب الخليط بتاعي بحيث إن يكون الخليط القوام بتاعه سايل، اللي درجة ما يكونش تقيل، لا يكون زي الكريب كده وسايل درجتين كمان. تمام. شايفين العجينة معانا سايلة ازاي؟ دلوقتي هبدأ بالمصفى هصفيها أو قبل كده معايا. لو معايا معلقة ولا حاجة هقلبها كده على ظهرها واخد خط كده، لو مسحش على بعضه تبقى العجينة بتاعتنا مظبوط. دلوقتي هبدأ أصفي العجينة بتاعتها وأسيبها تختمر. مش هسيبها طبعا تختمر مدة طويلة، لا هي حوالي ربع ساعة بس، 10 دقايق بالكتير خالص. تمام. دلوقتي معانا بعد ما غطيناها كده كويس وركناها على جنب، جت مرحلة السكر بتاعنا اللي هو الشربات. تمام. في بولة هنحط كوبايتين واتنين من السكر، وكوباية ونص من المية، عصرة ليمونة، باكت فانيليا. 7 دقايق على النار واسيبه لحد ما يبرد. طبعا القوام بتاع الشربات بيكون تقيل وبارد. تمام. دلوقتي هنصب الخليط بتاعنا. طبعا انا دلوقتي بصبه بالمعلقه بتاعه الايس كريم، طلعت معايا مظبوطه وجميله جدا. انا بملى المعلقه واصبها مره واحده زي ما حضراتكم شايفين. لما تعمل معايا الثقوب اللي زي حضراتكم شايفينها دي، تبقى خلاص استوت. الطريقة دي جميلة جدا جدا، وطلعت النتيجة ممتازة والله. القوام بتاع العجينة مظبوط جدا جدا وممتاز. أتمنى يا رب تجربوا الطريقة ديت، ولو جربوها وجربتوها قولوا لي رأيكم عليها ايه في التعليقات. وما تنسونوش في اللايك والشير، وتدعموا الفيديو عشان الكل يستفاد بإذن الله. شايفين ما شاء الله الثقوب ديت، لا ما تقلقيش خالص. الحتة البيضة اللي في الوسط ديت بتنشف وبتبقى جميلة جدا. شايفين ما شاء الله اللون جميل جدا جدا. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعا النار هادية جدا، اللي عشان ما تحرقش القطايف معانا، ويكون اللون جميل كده. بحطها في الوسط بتاع الطاسة كده، والنار هادية. تمام. دلوقتي معايا المكسرات بتاعتي، جوز الهند، زبيب، مكسرات موجودة عندك. هحط عليها معلقة من الشربات واقلبها كويس جدا. ودلوقتي هبدأ احشي القطايف بتاعتنا. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. القطايف بردت معانا. وطبعا اما بنخرجها من الطاسة، بنحطها على فوطة وما نحطهاش على بعضها عشان ما تلزقش. فنبدأ دلوقتي نحشيها كمية معقولة بمعلقة صغيرة كده في الوسط، ونبدأ نلزقها كويس جدا. سهلة وبسيطة ومجوة معانا وجميلة جدا جدا بإذن الله. شايفين والله أنا ما صدقت النتيجة. أنا أول مرة أجربها. مش بتبقى جاهزة، لا أعملها بنفسي العجينة وتطلع مظبوطة جدا جدا بإذن الله. طبعا معانا الشوكة، ونبدأ نضغط على الأحرف كمان كده زيادة تأكيد، عشان ما تفكش مننا ساعة ما نيجي نقليها. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، مظبوطة جدا جدا جدا. دلوقتي هنبدأ نقلي القطايف بتاعتنا. زيت، مش الزيت بتاعنا ما يكونش سخن قوي. ونبدأ نحط القطايف بتاعتنا عشان تاخد وقتها في الآلية، وتكون مقرمشة وطعمها حلو كده بإذن الله. هنبدأ دلوقتي نحطها في الزيت. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وطبعا هنقلبها يمين وشمال.
لحد ما تاخد معانا اللون الجميل وتبقى طعمها حلو ومقرمشة كده. نبدأ نخرجها من الزيت ونحطها في الشربات بتاعنا بارد وتقيل. نحطها في الشربات نطلعها في مصفى او في اي حاجة بقى. وبالألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. يا رب تكون الوصفة سهلة وبسيطة وما كنش ضيفة تقيلة على قلوبكم. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونوش باللايك والشير واشتراك في القناة. واشوفكم على خير فيديو قادم بإذن الله، وكل عام وانتم بخير.